زلابية البنان وصفة سهلة اقتصادية بزاف بنينات تقدروا كامل تحضروها. والبارح بعد ما كنت حطيت لكم الفيديو اللي فيه المؤشرات بزاف منكم عرفوا واش هي هاد الحلوى. ننصحكم تجربوها وتبارطاجوها. اول حاجه في كاسرونه راح ندير كاس تاع ماء، الكاس اللي يرفد 220 مليلتر. راح نضيف عليه رشه صغيره تاع ملح، ملعقه صغيره تاع عسل، ونضيف عليه ملعقه صغيره تاع مارغرين ماني. كيما نعرفوا اصل الزلابيه ماشي معروف مليح، بصح كاين بزاف اساطير حول هاد الحكايه. في وقت من الأوقات ملك من ملوك الأندلس في هذاك الوقت طلب من أكبر الحلواجيين باش يخدموا له حلوى جديدة تكون أصلية غنية ورقيقة باش يكسر بها الصيام. كي قرب وقت المغرب والفطور بداو الحلواجيين يتجاراو كل واحد بالسنيوة تاعو. واحد فيهم زلق وقال: يا ربي زلت بيا زلت بيا زلت بيا. وكي لحقوا للقصر الملك عجبته بزاف الحلوى وسماها زلابية. وصفة بزاف سهلة. بعد ما كنا حطينا الماء والعسل والمارغرين والملح على نار اللي تكون متوسطة، راح نضيف لهم كاس تاع فرينة مع ربع كاس تاع سميد ونخلطو مليح على النار اللي تكون طافية. مباشرة راح نفرغ العجينة في لابوش ونشكل هذه الأشكال، نخليهم ينشفوا لمدة 10 دقائق، نقلهم في زيت اللي تكون ساخنة، ومن بعد راح نعسلهم في عسيلة اللي تكون باردة. الوصفة راهي عندكم، ما بقى لكم غير تعاودوها وتشاركوا في المسابقة اللي منظمتها مارغرين ماني في الصفحة تاعها. إن شاء الله تكون عجبتكم الوصفة وما تنساوش تبارطاجوها.